ده انسب وقت ان احنا نشجع فيه البرودكتس المصريه. فتعالوا اقول لكم على المنتجات اللي انا بستخدمها بقالي كتير جدا ومن قبل ما يكون في اي مقاطعه. كده لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشير مع اصحابكم وتعملوا سبسكرايب او متابعه للقناه. انا هبدا الاول بالبادي كير، وده حاليا ماي فيفورت شاور جel، ده من فيفلين، وده الفيري باري شاور جel. وميزه مهمه جدا فيه ان هو مش بينشف بشرتي خالص، وانا بشرتي جافه فما بحبش حاجه تنشفها اكتر. باخد كمان شاورز سخنه فالموضوع بيبقى بشع معايا، فبالنسبه لي ده حلو جدا، ريحته حلوه، ما بتقعدش وقت طويل لان ما فيش شاور جel على وجه الارض بيقعد معايا ريحته خالص، وبتثبت على جسمي ما بيحصلش، وبيرطب ومش بيسيب بشرتي ناشفه او كده. اهم حاجه في البرودكتس دي كلها ان الكواليتي بالنسبه للسعر تحفه وصناعه مصريه. بالنسبه لتاني ستيب وهي البادي لوشن بالنسبه لي، ولو انت بشرتك حساسه من البرفيوم او كده ده حلو جدا معايا. ده اللي هو الشان بادي ميلك، وده انا بستخدمه بقالي كتير جدا ولطيف، ما فيهوش اي برفيوم، ما فيهوش اي حاجه ممكن تلهب لك بشرتك، فده حلو قوي لو بشرتك حساسه. احلى ميزه بالنسبه لي فعلا ان هو بيرطب بشرتي ومش بيسيب التلزيق او كده وراه، فبستخدمه للايد وللجسم، تحفه بجد. انت من الناس اللي بتحب البادي لوشن بتاعك يبقى فيه برفيوم، ده حلو جدا من فيفلين، وده كمان من سولن مور. الاثنين ريحتهم حلوه جدا، بيرطبوا حلو قوي ومش بيسيبوا تلزيق وراهم، وبشرتي بتشربهم بسرعه جدا، وسعرهم حلو ومناسب جدا بالنسبه للكواليتي بتاعتهم، تحفه. بالنسبه لحاجه بيرسونال قوي وهي البادي سبلاش، انا بيرسونالي ما بحبش روايح معينه، برضو بحب ان البادي سبلاش بتاعي يثبت شويه على الاقل، يعني مش كتير قوي، مش طالبه منه معجزه ما يبقاش برفيوم، بس يثبت ساعتين 3 على الاقل في الهدوم. وبالنسبه لي ده حلو قوي قوي برضو من ايفا، ده الجولد سبيل. مش كل الناس بتحب الريحه دي، ممكن تروحي تشمي الروائح التانيه اللي موجوده عندهم، بس ده يعتبر من اكتر الحاجات اللي سعرها مناسب وفي نفس الوقت بتثبت على الهدوم فتره طويله جدا. واحد بيثبت اكتر منه كمان ده الفانيلا ليس من سولن مور، بس بالنسبه لي انا الريحه بتاعته تقيله شويه، بحسها شتويه اكتر، ما ينفعش ارش منها كتير، فبالنسبه لي ريحه شويه تقيله، بس هي حلوه للشتاء اكتر في رايي الشخصي مش الصيف. حاسه ان البرفيوم بتاعها مركز اكتر وبيقعد وقت طويل، عايزه حاجه تقعد معاكي وقت طويل سولن مور هيبقوا حلوين جدا معاكي. لو حابه ريحه لايت شويه وفانيلا برضو دي من فيفلين حلوه قوي، بس مش بتثبت وقت طويل على الهدوم، يعني اخرها ساعتين 3 بس، ستيل بتثبت اكتر مثلا من باث اند بادي وركس او كده. دي حلوه جدا برضو لو بتحبي روايح الفانيليا اللي هي اللايت شويه. لو بتحبي البادي اويلز ده حلو جدا من فيفلين، ده الدراي اويل بتاعهم وبيفكرني قوي بالنيوكس دراي اويل، فلو عايزه حاجه تكون مصري وفي نفس الوقت ارخص شويه من النيوكس ده حلو جدا للشعر للبشره للجسم، تحفه وبيدي جلو فظيع. ميجو بيستخدمه حتى ايفن على شعره، وانا بستخدمه كمان على شعري. خلصنا خلاص البادي كير، تعالوا بقى نتكلم شويه على السكين كير، وانا بحب ده جدا من ساش، وده السوبر رينس، وده بالنسبه لي انا حلو فكره ان هو فيه ساليسيليك اسيد بينضف من جوه فعلا، وبحس ان هو بينضف فعلا مش اللي هو جاست رغوه وخلاص، مش بيرغي قوي، وتشيز حلو قوي برضو ان هو مش حاجه بتبقى ستريبنج او بتشيل الاويلز بتاعتك، ودي حاجه مهمه بالنسبه لي برضو، مش عايزه حاجه تنشف لي وشي قوي. انا كومبو سكين او مختلطه قوي، وخصوصا هنا في التي زون عندي مشكله فظيعه، يعني ان هنا الحتت دي كلها برضو مسام وكده فبتتسد بسرعه، فعايزه ان الواش بتاعي يكون فيه ساليسيليك اسيد عشان خاطر ينضف لي الحتت دي، فده حلو قوي من ساش. بشرتي مش حساسه، بس كل حاجه هقول عليها في الفيديو ده مش البشره الحساسه، بس لو عايزين اعمل لكم فيديو للبشره الحساسه قولوا لي تحت في الكومنتس. غير كده تعالوا نتكلم على المايسيلر ووتر، ودي بالنسبه لي حلوه جدا، لان انا لما اتكلمت على ستارفيل انا بحبها جدا جدا للوش، قلتولي ان في بنات حساسه عينيها بتحرقها منها وشها بيحرقها، انا شخصيا ما حصلش معايا كده منها، بس دي اوبشن حلو جدا برضو من بيز لاين وكبيره قوي. دي الايت شي مايسيلر ووتر من بيز لاين، وبيز لاين صناعه مصريه ولبنانيه، فحاجه حلوه جدا ان احنا نشجعهم برضو. ما بقى لي شهر وشويه اهو وما عملتش معايا اي مشكله، بس انا بشرتي مش حساسه. تعالوا بقى نتكلم على السيرمز شويه، ولو انت بتدوري على سيرم نايسيناميد او سيرم هايلورونيك اسيد دول حلوين جدا من سكين سايد. سكين سايد نايسيناميد سيرم مع زنك، ودي حاجه حلوه جدا برضو ان هما الاثنين مع بعض، فانت لو عايزه حاجه بديله لذا اوردينري ده هيبقى حلو جدا معاكي. لو بتدوري على فيتامين سي سيرم ده حلو جدا من شركه جون زاك، انا اتكلمت عنه كتير قوي على الانستجرام، يعتبر احلى فيتامين سي انا جربته، لان هو مش بيطلع لي حبوب وفي نفس الوقت الفورميلا بتاعته حلوه قوي، الاسكوربيك اسيد، فمش مناسب خالص لو بشرتك حساسه ابعدي عنه، والنسبه بتاعته عاليه شويه فخلي بالك منه، بس هي نسبته عاليه 22% عشان خاطر ده ووتر سوليبل مش متدوب في اويل، متدوب في ميه، فالنسبه بتاعته اعلى شويه، والفورميلا بتاعته ستيبل شويه، يعني مش بحس ان هو بيتطاير بسرعه زيه وزي الحاجات التانية اللي انا جربتها الغاليه جدا، وفي نفس الوقت بحس منه بفرق، يعني بحس ان بشرتي مشدوده اكتر، جلوي اكتر، ناعمه اكتر لما بستخدمه. دي تالت علبه منه فانا بحبه قوي بصراحه. اخر حاجه لو عايزه مرطب لبشره مختلطه او جافه ده حلو جدا، ده من سكين سايد،
وده السكين سايد هيالورونيك اسيد. ممكن حتى تستخدميه لو انت اويلي او دهنيه، بس تستخدمي منه حبه صغيرين وبالليل فقط. انا بحبه جدا لبشره مختلطه في الصيف، بحس ان هو مش بيعمل لي مشكله مع المسام، مش بيقفل المسام، ودي حاجه مهمه، وبيرطب فعلا من جوه. يعني في حاجات تانية بستخدمها بحس انها بعد شويه مثلا قفلت لي مسام، بدات تطلع لي حبوب تحت الجلد او كده، ما بيعملش كده خالص، وبحس فعلا منه فرق. كل الحاجات اللي انا كلمتكم عليها دي انا شخصيا بستخدمها بقالي كتير جدا من قبل ما يبقى في اي مقاطعه، فاي تراست 100%. انت عايزه تجربي حاجه تكون سعرها اقل شويه من الحاجات المستورده، وفي نفس الوقت توب كواليتي فعلا يعني. وما تقلقوش انا مش ناسيه السان سكرين والسان بلوك، بس ده هيبقى في فيديو تاني، استنوا الاسبوع الجاي. عندكم انتوا اي فيفورتس بتحبوها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس، هتفيدوني انا شخصيا وهتفيدوا غيركم. اشوفكم المره الجايه.